وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم، إن شاء الله تكونوا من أهل الخير وفي خير وخمير يا رب العالمين. وبداوا بفطور صبايح، هذايا صبايح مبروك إن شاء الله علينا وعليكم. كيفاش بدأنا المرة هذه بطلبات شهدودة، شاهية شو اسمه البانكيك، ومنيار شاهية الكريب. يعني ضربتين في ضربة، يعني يلزمني نوفق بين الزوز، ما ثماش هذه كل مرة حد ليلة. هات مرة واحدة نريقلوا لهم أمورهم ونلبي لهم شهواهم. ياك هو بديت عملتها مرخوفة هكايا، الخليط مرخوف شوية عملت به الكريب، وبعديك زدت شوية فرينة ولينا بانكيك ونفس الخليط، وجاو الزوز بنان بسم الله ما شاء الله. وهكا عملنا فطير مع التوفيق بإذن الله للزوز، ولا غيره ولا تحكيك، وكل واحد ياخو بايو في هالدنيا. وخلي يدلو شهدوا مريضة شوية الطقس، يا ربي بقى علينا الستر. ردوا بالكم خاطر كل واحد يعرق ويضربوا الهواء، هذيك أخيب حاجة، وذيك اللي تسبب في القريب وفي الهواء وفك التسطير وجيعة الراس. الحمد لله، وربي يزيد علينا الخير يا ربي والسلامة، وربي بقى علينا وعليكم الستر. ومن غير ما نذكركم البنات في الجيم والتعليق المزيان والاشتراك لغير المشتركين، قريب نعملوا 7400 وندخلوا في المية متاع 400. باهي تقدم باهي. ربي يبارك لي فيكم، وربي يعطيكم الوقت الطيب، وربي إن شاء الله يفضلكم ويفرحكم ويفرح قلوبكم، وإن شاء الله تكونوا زاهين وأصحاب سعد وفرحة وزين وعين يا رب العالمين. وكل شيء ينسى، كان قلة الصواب حاشاكم. ياك هاو أكل قلاية صغرون هذيك شريتها مع الأومليت بركة، يا أخي ما شاء الله لقيتها في الكريب وفي البانكيك طيارة تزلق زلقان كما تشوفوا، في ساع في ساع لف لف من الطيبة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بالحق طيارة طيارة. خذيتها وقتها من عند عزيزة على أساس هك باش نعمل أومليت ولا حاجة. يا أخي تبارك الله والله العظيم صلحت. وبالعكس الكبيرة هي القلاية الكبيرة هي اللي فزت لي ويدها تكسرت الحسيل، وهو يلزمني من المشاريع المستقبلية نعمل حساباتي في قلاية جديدة كبيرة، والصغيرة لازمتها تنظيفها باهية تحفونة حسيل. تشوفوا بعديك شنو عملنا منها وجبة. وتويكا كما قلت لكم بديت بالكريب وكملنا بالبانكيك. يا كان رضيهم الكل، وصحة بشفاء لينا وليكم، وربي يعطيكم من صحة الأبدان وضوء الأبصار، اللهم آمين أجمعين يا رب العالمين. وما بعد كنتعداو للروتين والنشاط، لأنه روتين خفيف لكن الحركة فيها بركة. والله بالحق الحركة فيها بركة، الحمد لله تحس دمك يدور، تحس روحك تتشجع أكثر. ما نعملش روتين كبير، لكن المهم إننا نتحركوا قدام بعضنا وننشطوا بعضنا. وشكون عنده كيف يا جماعة كي يجيو يمشيو المكتب ما يفطروا فطور الصباح بالعنف بالسيف. الله غالب يا ولادي، بالسيف تويكا جيست يحرز على خاطر شهد قاعدة في الدار معناها المريضة والكل. عملت لها هكا قبلة القهوة وتحب البانكيك، عملت لها رغباتها. أما بالنسبة للمنيار هاكا كي تروح تاخذ اللي تحب عليه في المشي تويها، وأما في بقية الأيامات متاع القراية العادية اللي ياكلك على هورت بركة، وإلا يشرب لك قهوة بركة من غير حتى شيء تنجم تعدي بها. ربي يهديهم ويصبحوا يقول لك معدتي مسكرة الصباح بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو لو كان جاو قراب للدار وفي كل وقت معناه ينجموا يفطروا مثلا 9 يفطروا 10 يفطروا والله صح. ما هما طول النص نهار يا رسول الله برشا معناه تحسوا برشا بالحق، وناكله مش منظمة. ربي يهديهم صغيراتنا الكل، واللي عنده مشكلة كيفي أنا.
تلقاني نبدأ نشجع فيهم ونزين ونحط وننوع ونعمل اللي نقدر عليه الكل. المهم هما ياكلوا حويجة ومن بعديك يخرجوا ويخلوا لي الطاولة هكاك. هذاك علاش ساعات تشوفوني فطور الأغلبية معناها تشوفوني فطور الصباح وحدي، لا محالة يلزمني خاطر نفطر الصباح وحدي خاطر أنا قبلهم ساعات وإلا بعد ما نتهن عليهم والكل. وبخلاف هذا إنهم هما مش شيء ما همش وكالين في فطور الصباح جملة جملة، ربي يهديهم إن شاء الله. وأول ما تبدأ في الروتين تبدأ بتوكل على ربي. أول ما تطلع شميسة واحد ماذا بيه خرجك الفراش، بالخاص كي يبدأ عندك قريب في الدار ولا هكا مرض ولا حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله عليكم، بسم الله محصنين مضمنين الناس الكل. يلزمك ديما التهوية، بخلاف إن بصفة عادية أنك يوميا أن تهوي الدنيا الكل، لكن كي تبدأ عندك شكون قريبي ولا ما هو ماذا بيك في الدار تويها بالكدا بالكدا، خليت أي بكتيريات أي جراثيم تخرج وتدخل الشمس الطاقة الإيجابية وتدخل الفرحة وتدخل لنا الدفء. خاطر الحيوت متاع الديار تحسهم باردين على قد ما البرة سخونة على قد ما الديار باردين باردين اللطف. يلا تو من بيت البنات خرجك الدنيا الكل برا، نفض يا جوجو هكا الصالة وهكا استويها وسويها وسمحها شوية شوية ونخملوا دنيتنا ونزينوها هكا ونقضوا قضيتنا ولو الأساسية المفيد تتحرك. ما تقولش اللي مش توا مش نحل على روحي مرمى وقاضية وانا باخلة، وخاطر توا تحسوا وكل ثم خمول في البدنات، تحسوا بالحق تحسوا ثم خمول بين البرد والسخانة، ما تفهمش الطقس هذاك كي كبل الضوء تقول امي يرحمها. مرة ترخف مرة تكبس بدناتنا زاد هكاك ماهيش فاهمة روحها. مرة تخرج للشمس البرة تلقاها سخونة، تدخل للديار تلقاها باردة، أطراف النهار باردين. الحمد لله الحمد لله على ما يعطينا ربي وما علينا كان نرضاو، هذا قضاء ربي، ربي يعطينا كل شيء بلطفه. وتويك حبيت نجرب هاكا جوتي اللي شريتهم الفروشات دفايات، هما شريتهم الفروشات البنات، قلت خلينا نشوفهم كي نعملها ستيل في الصالة تجي حلوة ولا لا. ما عجبتنيش برشا، ما نكذبش عليكم، خاطر مادام الزربية القاعة ثم الزينة فيها وثم ديزاين معين والكل، دونك ماذا بيك تستعمل الحاجات يا إما نفس الموديل ونفس الألوان متقاربة، وإلا تستعمل الألوان اللون واحد يعني. اختار لون برك، ما تبداش مزيج من الالوان. ما قلت برك ميساج خلينا نعدي بها تويكا خاطر يحبوا حويجه كي يرموا على ساقيهم، ادفى من لك الدانتيل اللي عندي، مش دانتيل هو على الخيط كي الكروشيه اللي عندي، خاطر ذي حنينه والكل. ومنها نبدل هكا شويه، نحب حابه نبدل قلقت من نفس السيستم كل يوم كل يوم، حتى لو كان يكون الديامونت صدقني كي تبدا كل يوم كل يوم تشوفوا النوعيه متاعي انا تقلق منه، ماذا بيك تبدل حتى لو كان حاجه اخيبه. بعديك كي ترجع الحاجات المزيانة تحسها اللي تحفونة. يلا يا جوجو وكل اسبيراتور الله يرحم والديها، خفة ورشاقة بصراحة والله العظيم تنظف طريقة، ما نجمش نحي كل يوم الفراشات خاطر الدنيا كل مفروشة. اما شنو بالاسبيراتور بصراحة تجبد اكل غبرة الكل، وحتى من ريحة الدار تحسها تتبدل، مش كيما ساعات هكايا ما روح مخر ما نخلطش اني نعمل بالاسبيراتور وننظف زرابي نحسها الدار مسكرة غافة كي شوي. انا نعمل بالاسبيراتور من هنا تقولش عليا مسحتها وكنستها تبدل ريحتها مع ضربة اير فريش، بالحق بالحق تبدل والله العظيم تجبدك الغبرة الكل، الغبرة عندها قيمتها كي ريحة في الدار بالحق كي تجبدها وتنحيها بالاسبيراتور والله تبدل الاجواء بالكدا بالكدا بالكدا. حتى نفسانيا انت زاده تتفرهد معناها، مش كيما جست الدنيا مفروشه كهو ما نمسوهاش، لا لا يلزم واحد ديما بالاسبيراتور وديما هاكا رخصوا مش كلهم في 150 وفي 120 وفي 200 وفي 500، ثم كيما انا ذيك خذيتها برومو وقتها في 65 ولا 75، يعني تنجم تجمل لها وتاخذ واحدة خفيفة هكاكا براتيك والله باهية الحق الله يرحم والديها، معاونتني بالخاص. انا اصلا تشجعت اني نفرش الدار كاملة خاطر اذا كان جات بالمصالحة ما نجمش نصلح الزراب الكل بالمصالحة، رزينة الأمور شوية. تو نكملوا قضيتنا مع السماء الزرقاء والسحب العابرة، ويربي يعطينا المطر والغيث النافع، اللهم آمين أجمعين يا رب العالمين.
وبالنسبة للحوايج قد ما تنشرهم تحطهم قابلين الشمس. بالنسبة لي أنا ما يحبوش فيسع فيسع يشيحوا حتى لو كان ثم شمس. لازم هاكا نفرز اللي شايحة هاكا نحطه، واللي مازال مندي شوية والكل نرجعه على بلاصتو، غاديكا خلي يزيد يشبع بالشمس. ما تعملش ان الحاجة فيسع ما تشيح. قوت تواليتك اللي مازالوا مبلولين خليتهم يزيدوا يتمروحوا، تقول أمي يرحمها، يضربهم الهواء شوية. نزيدهم ليلة هاكا بالليلة والنهار بال24 ساعة نزيدوا. يلا جوجو برا اطويهم هذوك مادام شويه خير ما تكثر عليك القضيه. وكل حويجه حطها في بلايصتها، وربي يمتعنا بالصحه الابدان. وقد ما تكون قد ما تقدر تكون شويه شويه منظمه ومرتبه دنيتك، ما تبداش كداس كداس. اراك انت تبدا نفسانيا مرتاحه والله العظيم. اراك الامور النفسانيه كي تبدا دنيتك نظيفه، وكي تعملها بالطرف بالطرف، يعني كل مره جزء اللي يجي قدامك هكاكا كملوا. تلمعون اغسلوا ما تخليش صابون اغسله وانشره. كملت نشرته شاحلك اطويه حطه في بلاصتو. نعرف ماهيش سهله راهي الامور هذه، لكن بشويه بشويه خير من انك تكدس الامور وتقول تو اخر الجمعه والا نهار معين نقضيهم. راهو بالحق بالحق اصلا قد ما تشوفهم وهم مكدسينك الحوايج ولا الماعون، قد ما انت تزيد تتوتر واعصابك تتوتر. فاش قام علينا ربي يجيب لنا راحه البال والطمأنينة يزينا من التوتير. الدنيا بطبيعتها صعيبة، ما نزيدوش نوتروا رواحنا. ربي يهدينا ويصلح حالنا ويصلح حالكم الكل، آمين يا ربي. إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر. وسفيان اليوم قصد ربي إن شاء الله يكون في مضمن محسن مضمن بإذن الله العلي العظيم. ربي يحميه ويبقى عليه الستر، وربي إن شاء الله يرزقه من بابه الواسع. وفي أمان الله وفي ضمانة ربي لوليدنا وليداتكم الكل إن شاء الله، أيا كان متغرب ولا في بحذاه. ما ان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر ان شاء الله، اللهم امين. ياكا هذه تباركنا اليوم كيف تيجي على الطايره كيكه. اما لهنا صورت لكم كيف تيجي بالناقص خاطر هو باش نكمل له الكبده والمعدنوس ما كملتلوش قدام في التصوير. هكا هو المفيد هاكا جبت لكم دبارة، ما خليتكمش بلاش دبارة. المهم حطيت زوز قليات باش نربح الوقت لف لف. اغزريتو القلية ذيك الكبيرة يدها صيد قصت فاتني البلاستيك تاكل بالنار ماك تعرف الزيت والكل. والقلية صغيرة يلزمها تنظيفها باهية، ما عجبتنيش منظرها هكاكا. باش نشوف لها برودوي نحاول باش ما تتجرحش ونقليو فيها العظم ولا اللي هو، لكن نحبها تبدا منظرها شره. ياك هو انا الكافتاجي ولا تستيره كما تحبوا تسميوها، نعملوا مكعبات من الاول. يعني نحب نحس روحي نربح الوقت فيسع فيسع، باش ما نقعدش بعديك نعمل تستيره ونزيد نقص البطاطا هاكا كان باش نقص جوست العظم هكا هاو. وكما قاعدين تشوفوا هذايا كفتاجي ولا تصير السرعة. يعني البطاطا مكعبات والصوص نحط فيها مرة واحدة نقلي الفلفل مخصوص، تجيني هكايا صوص وفلفل وطماطم كالشكشوكة مع بعضها. وبعديكا نجيس نقصك العظمات ونخلطها اما نكمل لها المعدنوس. وكان باش تعملها بالكبدة تقص الكبدة زادة تقلاها وتزينها من الفوق، والا انت والكمية، والا تحطها في وسطها. وصحة بالشفاء لينا وليكم، وان شاء الله مطرح ما يسري يمري ان شاء الله بالهنا والشفاء. أكلة بنينة تتاكل صيف وشتاء. التوانسة الكل يحبوها، يموتوا على المقل التوانسة، ويحبوا القليان والتشتيش أينما كان ويلا قصوا كياسة مع بعضنا ونمشيو للبوتيك هذيا. اسمها تشوز شنو حاجة كيما هكا في زغوان. هذه المشية الأخرانية متاع زغوان صورتها لكم خاطر عندها حويجات هكايا مزيانين عجبوني، صابوات وبوتيونات متاع صغار وكبار مزيانين شبان بصراحة. صورتها لكم وقلت واحد باش يعرف شنو الموجود متواجد في السوق، كان في زغوان ولا في تونس ولا أيا كان المكان. واللي هكا باش يعرف الموديلات على الأقل جديدة اللي موجودة. هذاك ب59 ولا هو 53 والله ثبتها البوتيونات متاع الصغار.
أسوامهم مقبولة ومعقولة، هاذوما السبدريات الألوان والأشكال كيما تشوفوا فيهم هاكا الأسوام محطوط عليهم زادة. ديجا ديما يلبسوا فيهم صيف وشتا بالنسبة للبنات والأولاد هاذوكم، ما عادش عندهم المفيد يلبسوا حاجة ألوان وحاجة اللي يحبوها، ما عادش مربوطة إن القماش مثلًا ما يتلبسش في الشتاء، كنا كيكا معدلين، توا لأ تتلبس في الصيف إذا كان يبدا نهار مشمس، يوم ربيعي يتلبس عادي، هو الطقس بطبيعته ماهوش ثابت على روحه، يغنيك نحنا في لبستنا. هذوما الصابوات شوف محلاهم مزيانين تحفونين شبان، خذوا فكرة معايا البنات. عسى أن تحبوا حاجة ولا تاخذوا فكرة بصفة عامة يعني. المهم واحد يبدأ مطلع حتى لو كان ميشريش مطلع شنو اللي متواجد في السوق. وبالحكم اللي شهدوده أنا قصها صابون مشيت عاد نتفقد في الموديلات وأنا ومنيار قاعدين نختاروا لها، ومن بعد هي ما شريناهاش على خاطر ذوقها صعيب. مش حكاية ذوق أنا تعجبها الحاجة مزيانة والكل، أما تقولك لأ كان قلقتها في ساقها لا سبيل إليه باش تلبسها. صدقني عمناول شريت لها وطيشت هكاك صبوات. دونك هاكا خذينا فكرة وبعديك قلنا خليها تلبس بروحها تمشي بروحها وتقيس وتمشي بها هكا شوي تاخو فكرة على شوفك المناظر المزيانة ما أحلاهم ب23 وب24 وثم حتى ب35 صبوات مزيانين. شو هذا أغلىهم هذا ب29 30,000 29,900 مش بايبة وما أحلاه تحسوا هكا سوبل زادة في الساق. هذوما ستيل العادي ذاكم القديم المعروف، أما ثم موديلات ما شبهم ما أحلاهم. شوف الكعبة هذه ما أحلاها زادة. وكلي متاع مش نتاع جيب بركة بس. هذا ما فينا لا فينا. هذاك يشبه هذا. وهكا كملنا الفيديو متاع اليوم، إن شاء الله يكون يعجبكم وفي المستوى اللي تحبوه، متنوع متنوش من فطور الصباح للدبارة للروتين للتنشيط للخرجة، هكاكا ناخذوا فكرة وإن شاء الله إن شاء الله تعجبكم الأنواع هذه من الفيديوهات ونكون نونسنا بعضنا وتفيدوني أنتم بالأفكار وأنا نفيدكم باللي كتب من ربي وباللي نقدر عليه. حاول إني ما نغيبش عليكم برشا وربي يمتعني ومتعكم بصحة الأبدان وذو الأبصار. وتوا ما عاد كان نقولكم في أمان الله وفي ضمانة ربي في رعاية الرحمن.